نشارك معاكم أطباق ومعسلات والعادي تهنيكم في هذا الشهر الفضيل. إذا بغيتوا توصلكم كل وصفاتي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك واللايك ليصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين. رمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية أينما كانت. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في سلسلة أطباق رمضان الحلقة الرابعة إن شاء الله. وسمحوا لي بزاف لخاطر وعدتكم باش نكون معاكم كل أيام رمضان، لكن هاد اليومين كنت غبت عليكم لظروف صحية. إن شاء الله نقد نكمل معاكم للآخر وانتظروني في الحلقات القادمة إن شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعض كراتان تاع البطاطا والكفتة، وهنايا غادي نفوت معاكم للمكونات. المقادير هنا راني ديت البطاطا، هنا كل واحدة على حساب الحجم تاع العائلة تاعو، والكفتة وهنا نحتاجو حبة بصل والجبن جبن ذايب والجبن للبشر. هنايا تخيري الجبن اللي بغيتي. هنا غادي نمر البطاطا غادي ناخذها، غادي نقطعها الى قطع ما تكونش رقيقه كاع وما تكونش خضيطه، ولا اللي تقدري تقصيها بالخدمي كما تقدري تقطعيها بالروبو كما هكا. انا استعملت الروبو باش نكمل بالخف. وهنا بعد ما غادي نقطع البطاطا نتاعي غادي نروح ندير ديك البصله نتاعي هي ثاني نرابيها ولا نقصها قطع صغيره ونديرها في مقله، ندير معاها شويه زيت ونرمي عليها ديك الكفته. هنا عاود نقلي نتاع الكفته نتاعي نقليها مليح ونزيدها شويه ملح شويه فلفل اسود شويه سكينجبير والكمون ماذا بك تكثري شويه، ودرت لها رشه تاع ثوم بودره. نقعد نقلي في هذيك الكفته نتاعي حتى تهود لي ديك البصله. وناخذ هنايا شويه معدنوس ونقطعو ونتحصل ما نبغيش نقطعو بزاف باش تقعد الفايده نتاعو، ونزيدو على هذيك الكفته نتاعنا اللي راهي تقلى. انا تقدي تستعملي كيما تقدي تستعملي الكفته، تقدي تستعملي الكفته تاع الدجاج. هنا الكفته راهي تاع الدكري تقدي تستعملي تاع الدجاج. هنا ناخذ القشطه الطريه تاع الطبق السائله ونزيدها على هذيك الكفته ونطفي، ما نخليهاش تغلي بزاف باش ما تنشفش. ماذا بيا الكفته تاعي تجي مشمخه كده. وهنا غادي في كاسرونه اخرى نديو الحليب كيما بغيتي. تزيدي عليه قطعه تاع الزبده ونخليه حتى يغلي هذاك الحليب حتى تذوب ديك الزبده. ومن جهه واحده اخرى نديت البطاطا اللي كنت قطعتها نزيد عليها شويه ملح شويه فلفل اسود غير الشا والكمون. انا نبغي نكثر الكمون لهاد الاكلات. الكمون يجي مليح فيها، يجي الفوحه تاعه مليحه. وهذاك الجبن الذائب ناخذ يا اما تستعملي جبن مثلثات يا اما تستعملي جبن وتقطعيه. وندير الطبقه الاولى تاع البطاطا ومن بعد نزيد فوقها الجبن المبشور، ومن بعد ناخذ هذيك الكفته نتاعي نعاود كاع نقيط عليها الوجه تاع البطاطا، ونعاود نزيد طبقه واحده اخرى نتاع الجبن المبشور، نعاود ندير البطاطا طبقه واحده اخرى ونزيد الجبن اللي بقى لي مبشور نزيده من الوجه باش يتحمر لي ويجي شباب، يجي دايب ويجي شباب. هنايا بعد ما كملت غادي ناخذ الحليب اللي كان غلا مع داك الدهان يكون ثاني داب، وغادي ناخذ ونسقي هاد الكراتان تاعي، نسقيه حتى تتغطى لي البطاطا يجي معاها نيشان. ما تكثروش بزاف حتى يبقى يفيض لكم في الفور ويديركم الدخاخن. وهذا ديروا الكميه على حسب ما يتغطى لنا البطاطا هي وهذيك هي. هنا غادي ندخله للفور. الفور نتاعي هنايا كنت سخنته على درجه 180 درجه، غادي نخليه يطيب لمده ساعه. والنتيجه كما راكم تشوفوا معايا يجي كراتان بنين ومحمر وشباب. البنه تاعو يعني صدقوني هايله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتعجبكم هذه الوصفه ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم.